السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سانيانغ خطيرة، كورة، الهدف الأول، الهدف الأول تألق في مناسبتين راد القزاح وأخ. بينما الكرة هذه خطيرة، فرصة والحارس اي على البداية يا تادرشانو. وصلت هذه المرة إلى الجهة اليسرى، تسديدة اي يسارية قوية خفيفة، فرصة لفريق الميلان، من يخلص، من يشوت في الجول، هذه في الجول، هذه في المرمى، هذه لا تصد ولا ترد يا ميسياس، ميسياس يا ميسياس، أنت الأروع وأنت متوسط ميدان سامدوري. عبد الحميد صبيري في المرمى، نعم هدريا البديل الناجح يأتي بالحل السريع من علامة الجزاء، يتعد في منتصف المرمى. سجل الهدف الثاني هنا أورسوليني، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بروعة خطيرة، كرة عرضية والهدف الأول، الهدف الأول لاستاد بريست. صعوبة الخروج بكرة أمام الضغط والبريسينج من شفع كرة، بيزوت يرتبك وهدف التعادل، هدف التعادل جرادي، خطأ من ماركو بيزات، أراد أبعاد كرة بالرجل، عاد تدو لا 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 لا، لسه نسمي، لسه نبدأ، لسه في الكرة الأولى أسرع أهداف الكاس، 5 انتصارات ما فيها لا تعادل ولا خسارة. الله، يأتي الحل، يأتي الحل بأقدام في مرمى إيكاردي، جول التقدم لجلطة سراي من نقطة الجزاء. ماورو إيكاردي للمرة الأولى يضع خطيرة والهدف يأتي، كرة بالشبكة، ديوب ارتمى لها سوسو، نيس يتقدم، كرة من لابورت بصعوبة، تصدي رايع، فرصة الثاني، هو الثاني عن طريق جايتون لابورت هي الثنائية المستحقة لنيس للمرة الثانية. ترتد الكرة من الاسباني باول، خطيرة، كرة التسجيل والهدف ياتي، مارسيل ساشن مالينوفسكي، الاوكراني خلص، الاوكراني حرك ملعب فيلوبروم، واخيرا مارسيل يتمكن من التنشيط، يزيد من السرعة، براهيمي والثالث براهيمي، والضربة الحاسمة من براهيمي. 2012 أو 2013 موعد الانتقال والهدف الأول، الهدف الأول، كرة من كاكري، باركولا برادلي، كان أسبق من جابرييل بوروزو، برادلي باركولا يمضي الهدف، يبعد على بالمر براون، التصويب والهدف الثاني، الهدف الثاني ثابت هذه المرة، كرة ريان شرقي أذاع كرة منذ لحظات، والثانية حسام عوار، لاكازيت يونيا يعود من بعيد، لاكازيت كان غائب طيلة المباراة، وهنا تكمن قيمة الهداف ألكسندر لاكازيت.
الدور الماضي ويصل إلى نصف النهائي، لكن روما يصل، نعم روما يصل. ودريانو كرة منقولة الآن عرضية خطيرة بالراس، والثاني نعم فعلوها مرة أخرى، هذه المرة عن طريق أبراهام. داخل المنطقة راسية، هدف أول راسية، والهدف الأول من غيره باسكيرو يطلق على حدود المنطقة تصله. الله الجزاء لوريونتي في المرمى. نعم يا سادة، يصلون إلى الشباك، قلت لكم يقتربون مع التغطية الانفجار. لوريونتي يضرب الشباك. صباح الخضرة وصباح الجمال والسعادة على أجمل متابعين ليا في الدنيا، بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا حبيب قلبي نشوف احنا ايه النهاردة. طبعا احنا عملنا مع بعض الليفت واكلناه. انا بقى ايه قلت بقى هنودع الليفت بقى، كل سنة وانتم طيبين، فقلت اما اجيب شوية كده اخزنهم يقعدوا معانا من السنة للسنة. بصراحة لقيت الورق بتاعه جميل بالشكل ده كده، فقلت ايه هنخلل وكمان هنعمل ايه محشي. جبته قطفته بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وهنجيب بقى كمان الليفت بتاعنا. هبدأ ان انا انضفه كده واحطه بقى في الطبق بتاعي بنفس الطريقة اللي احنا متعودين مع بعض عليها. هي الفكرة بس ان انا عايزة اقول لكم لو انتم عايزين تخزنوا الليفت من السنة للسنة وتحتفظي بيه في الايام اللي هو مش موجود، طبعا احنا عارفين بيبقى جميل قوي مع الفطار في الطعمية. يعني بصراحة هو يعتبر المخلل الرئيسي اللي انا بعزه جدا يعني بصراحة. جبته بقى قطعته بالشكل ده وغسلته كام فم معانا بالشكل ده. فانا كنت بوريكم ان هو فيه احجام كبيره واحجام صغيره، فقمت جايه بقى جبت البرطمان وقمت معبيه الحجم الصغير اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، علشان خاطر ما يبقاش نوع يستوي قبل التاني ولا حاجه. قمت جايبه كمان شويه كانوا فايضين هنا، قطعتهم علشان دول بقى اللي احنا هناكل منهم ان شاء الله في رمضان جنب المخللات التانيه اللي احنا هنعملها. هبدأ بقى اجيب البرطمانات بتاعتي وهعبي. انا هخزنه صحيح زي ما هو. هجيب الاول الحجم الكبير هخليه في الارضيه من تحت، وكل ما وانتوا طالعه بقى يعني الكبير فالاصغر هكذا لغايه ما انتوا شفتوا كده الوضع اللي انتوا شايفينه ده. عبيت بقى البرطمان ده وده زي ما قلت لكم، ده مش هفتح عليهم خالص، والتاني ده اللي هنخلله ناكل منه ان شاء الله بامر الله في رمضان. هنجيب بقى كان عندي صراحه انا عملته في الفيديو معاكم ووريكم كان لونه تحفه ازاي من غير ما نحط له اي زيادات ولا اي حاجه. بس صراحه كان عندي حتتين بنجر لسه صغيرين وانا عايزه افرز من الجديد، فقلت اما اطلعهم اسلقهم اغليهم كده مع الميه دي. ميه مغليه سبتها لغايه لما بردت خالص، وبعد كده بقى حطيت عليها كيس من الملح ما يعادل 12 معلقه من الملح. تمام، يعني كل كيلو بياخد معلقتين كبار رمية كده من الملح، وحطيت عليهم 3 معالق او 4 معالق من السكر، وقلبت الكلام ده كله مع بعض. وبعد كده مليت البرطمانات بالشكل اللي انتوا شايفينه، وجبت الاسترتش ده كده وقلت علشان خاطر الهواء هحكمه بقى حكمه جامده بالغطا، وهسيبه بقى معانا ان شاء الله لما اجي افتح عليه هوريهولكم. خلص عبيت بقى الكميه بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده قلبت البرطمان علشان خاطر لو فيه هواء او اي حاجه عشان دي تبقى محكمه الغلق. خلصت بقى كل الكميه بنفس الطريقه. طبعا ما تنسوش تذكروا